الفنانه هنا على مسلسل عبد العزيز، واللي بيقوم ببطولته الفنان عمرو سعد والفنانه علا غانم، سامي العدل، نهال عنبر، وهادي الجيار. وهيتم تصوير مشاهدها في شقه بحي المنيل، والحقيقه ان التاليف لاسامه نور الدين، اما الاخراج للمخرج احمد. يستأنف المخرج أشرف سالم تصوير أحدث مسلسلاته عريس ديليفري، ومن المقرر أن التصوير هيبقى في الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وهيستمر لمدة أسبوع. بعد كده هيبدأوا في التصوير الخارجي. المسلسل ده كان عليه مشكلات قبل كده بين الفنان هاني رمزي والأستاذ سيد حلمي رئيس الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، لكن كل المشكلات اتحلت الحمد لله، وهيكملوا العمل. والحقيقة أن هاني رمزي بيقوم في المسلسل ده بدور نيازي اللي بيدور على عروسة بعد رحلة عمل طويلة بفرنسا. بيشاركوا البطولة الفنانة هالة فاخر والفنانة إيمي سمير غانم. أما التأليف لحمدي يوسف والإخراج أشرف سالم، ومن المقرر أن هو يعرض في شهر رمضان المبارك إن شاء الله. انضمت الفنانة والطفلة الجميلة جدا ليلى أحمد زاهر لمسلسل آدم، وده أول بطولة تلفزيونية للفنان تامر حسني. ليلى أحمد زاهر هتقوم بدور بنت أحمد زاهر، واللي بيجسد دور ضابط في أمن الدولة، وهتقوم ب3 مشاهد بس. والحقيقة إن البطولة لتامر حسني، مي عز الدين، وعفاف شعيب، ودرة التونسية، وعدد كبير جدا من الفنانين والفنانات. التأليف لأحمد أبو زيد، أما الإخراج لمحمد سامي. اوقاتنا الحلوه دايما بتمر بسرعه جدا مع حضراتكم. كنا مبسوطين جدا معاكم، وبنتمنى ان احنا كمان نكون اسعدناكم. كان معانا اخبار كتيره جدا عن فنانينا وفناناتنا، وكمان مجموعه من التقارير. كل ده ما انتهاش، لسه هنكمل معاكم في حلقات جديده من فلاش، انتظرونا.